لما قرأت هذا العنوان ورأيت انعجام الوصف بحرف الواو فهمت أن القصد من هذا العنوان هو أن الجماعة يرون أن هذا المجموعة من الإيرادات هدفه أن يقول إن كونك فلسطينيا هو كونك ليبيا وهو كونك تونسيا، ومعنى ذلك أن كل واحد من هؤلاء يجمع صفات الشعبين الآخرين. فكيف يمكن أن نفهم هذا الاجتماع للإيرادات التي يتضمن كل واحد منها الطرفين الآخرين؟ قرأت هذا العنوان مقلوبا من نهايته إلى بدايته بحروف الأولى فوجدت فعل فتلة. الجماعة يريدون أن يفتلوا حبلا يوحد هذه الأمة، حبلا لا ينفصل يوحد هذه الأمة. والرمزية التاريخية جعلت أن ما كان يعد فاصلا بين جناحي الأمة مشرقها ومغربها هو ليبيا. كانت ليبيا تعد فاصلا بين هذين العالمين، أحدهما كان يستعمره الفرنسيون أو يغلب عليه الاستعمار الفرنسي، والثاني يستعمره الإنجليز أو يغلب عليه الاستعمار الإنجليزي، وبين الجناحين وضع الاستعمار الإيطالي الذي يفصل بين المجالين. ولكن الذي حصل في الرمزية التاريخية هو ما كنا نعتقده في المعتقدات الشعبية، أن المحج في أواخر الزمان لن يكون الأرض الحرام فقط، بل سيكون القيروان. كنا نعيش هذا، كانت أمهاتنا تحكي لنا أن القيروان لأن فيها دفن فيها بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سيصبح محجا للمسلمين في التاريخ المقبل من تاريخ المسلمين. وفعلا فقد أصبحت تونس ورمزها القيروان محجا لكل إرادات التحرر العربية بل والإسلامية بل والإنسانية. الرمزية هو أن ليبيا لم تشرع في فعل التحرر الحقيقي، الشباب الليبي لم يشرع في فعل التحرر الحقيقي إلا بعد أن بدأ التحرر من مغرب الوطن فانتقل إلى مشرق الوطن، وكأنه يقفز على ليبيا ليعود إليها من شرق ليبيا وينتهي بالنصر في غرب ليبيا عندما مكن الثوار من استرداد عاصمة ليبيا. فما دلالة ذلك وما علاقة الفتل بالخميرة التي اختيرت في فعل فتلة وهي فلسطين؟ لو أخذنا هذه الحروف الثلاثة وقرأناها بأنها رموز لأشياء أخرى لوجدنا أن الثورة هي فعل وهو من فلسطين، يدب وهو من تونس، إلى اللحفة وهو من ليبيا. الفتل الذي أتحدث عنه هو الفعل الذي يتوصل إلى تحقيق اللحمة، إلى استرداد اللحمة التي من دونها لا يمكن للعرب ولا للمسلمين أن يستردوا دورهم التاريخي. ولكن هذه الحروف الثلاثة فيها الفلتان، وهو الخطر الذي يهدد الثورة. فالثورة يهددها الفلتان الذي يغذيه زعماء الثورة المضادة في تونس وفي ليبيا وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن إلى آخره من كل أقطار. وهذا الفلتان لا يغذيه فقط أصحاب الثورة المضادة عندنا في الداخل، بل إن كل استراتيجية أعداء الأمة تتمثل ليس في إيقاف الثورة بل في شعبها قطريا، فلا تتجاوز الحدود المكانية، بحيث إن ما كان موجودا من حدود ينبغي أن يحافظوا عليه. والخوف كل الخوف وبه كل كلمة وهي مرتجعة لم أكن أتصور أني سأتكلم في هذا الجمع الكريم، هو
أن يعطوا لإخوتنا الليبيين الشعور بأن التونسيين والمصريين والفلسطينيين طامعون في ثروتهم، يريدون أخذ ما رزقهم الله من مال ومن رزق طبيعي، مثل ما أوهموا إخوتنا في الخليج الذين استعاضوا عن العمالة العربية والخبرة العربية بالهنود وبالآسيويين حتى كادوا يفقدوا السلطان على أرضهم. وصيتي الوحيدة التي أريد أن أقولها لإخوتنا الليبيين فإن حاجتنا إليهم ليست أكبر من حاجتهم إلينا، وفي الحقيقة لا هم ولا نحن بقادرين على الاستغناء عن شرط حرية الجميع. فأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أدركت أنها إذا أبقت على حدود ما قبل الحرب العالمية الثانية فهي ستصبح مستعمرة لمستعمرتيها، أمريكا في القرن السادس عشر وروسيا بعد الثورة البولشفية، فكلتاهما مستعمرتان لأوروبا العتيقة، ولكن هاتين المستعمرتين صارتا مستعمرتين لأوروبا بعد الحرب العالمية عندما اقتسم ستالين وروزفلت أوروبا، فصارت الغربية مستعمرة لأمريكا والشرقية أوروبا الشرقية مستعمرة لروسيا. نحن إذا أردنا ألا نبقى مستعمرة للإمبراطورية الإنجليزية لمن ورث الإمبراطورية الإنجليزية أي أمريكا، والإمبراطورية الفرنسية التي تريد أن تسترد أنفاسها بفضل الوحدة الأوروبية التي هي ليست شيئا آخر غير روما القديمة التي تريد أن تستعمر المغرب من جديد، إذا لم ننتبه إلى ذلك فإننا سنعود إلى شرق لا علاقة له بالغرب وإلى غرب لا علاقة له بالشرق، وتعود ليبيا إلى ما كانت حاجزا بين جناحي الأمة، وعندئذ فإن الثورة تفقد معناها كله. وأتمنى وأعتقد أن حضور الإخوة هو أيضا رمزي، فقد حضر من يمثل الصحة، وقد حضر من يمثل الحق القانون، وقد حضر من يمثل الحق الأسمى القانون الدستوري، وحضر من يمثل بخيار المبدع الشعر، ولكن حضر قبل ذلك كله القرآن الكريم. والسلام عليكم. شكرا لك يعني الكلمة المرتجلة، ولست أدري إن لم تكن مرتجلة ماذا كان سيستخرج لنا الأسرار من التسمية ومن غير التسمية.